في قطر في نهاية 2007، طبعا كعادتك تفجر المفاجآت. دعوة مثيرة لحل جماعة الإخوان المسلمين، دعوة أنها هي تحل نفسها بنفسها، مثل ولأنها أصبحت حملا ثقيلا على الحالة الإسلامية. وطلبت الجماعة الأم في مصر الاقتداء بفرع الإخوان في قطر الذين توصلوا بعد دراسة داخلية لأحوال التنظيم إلى وجوب حل أنفسهم في قطر عام 99 والتحول إلى تيار فكري إسلامي. وقلت أنه تحولوا إلى إسفنجة تمتص كل الطاقات وتجمدها. هل يعني الآن بعد ربيع العربي وأنهم وصلوا إلى الحكم في البلاد، كثير من البلاد الإسلامية وبرعاية قطرية، نعم، تغير موقفك من؟ لا أبدا، أنا لازلت أعتقد بأن الأخوان المسلمين كجماعة ينبغي أن تحل نفسها نعم. وتتخلى عن هذا العنوان، لأنه أصبح عالق فيه كثير من الشبهات وكثير من المحن وكثير من المرارات. وبالعكس أنا لما بحثت عن الحالة الإسلامية في قطر بحثت في نشوء تنظيم الأخوان المسلمين في قطر، وكيف قرر هذا التنظيم حل نفسه على رأس الدكتور جاسم سلطان ودكتور عبد العزيز الحر وغيرهم. كلهم قعدت معهم قعدات مطولة أقنعوني بها بأنه إحنا ما كان في داعي أبدا أن ينشأ تنظيم اسمه الإخوان المسلمين في قطر. يعني يكون تيار فكري وخلاص. نعم، تيار فكري إسلامي عام يبشر بالدعوة الإسلامية دون الحاجة إلى تشكيل تنظيم باسم يعني فيه شبهات كثيرة أو عليه شبهات كثيرة قد لا تكون كلها صحيحة. لكن هذا يعني ليس من الحكمة يا عبد الله أن تدخل إلى السياسة من الباب الغلط، يعني المدخل الغلط، الابروتش الغلط، المدخل الغلط. يجب أن تختار المدخل الصحيح وتدخل معه، والباب الصحيح والوسيلة الصحيحة والوسيلة الناجعة والممكن استمرارها، وليس القفز على المراحل والقفز على الواقع. جميل.